السلام عليكم. سنعرض لكم اليوم القائمة الكاملة لمسلسلات رمضان اليمنية 2026، والتي تم التصريح والإعلان بها إلى حد الآن. ولكن قبل ذلك لا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو ليوصلكم كل التحديثات الجديدة لبقية المسلسلات. دروب المرجلة الجزء الثالث. بعد النجاح الكبير الذي حققه المسلسل لعامين على التوالي، قرر مخرج المسلسل وليد العلفي استمرار العمل، حيث أكد المخرج وليد العلفي أنه تم الانتهاء من تصوير المسلسل في مدينة تعز، وسيكون أبطال المسلسل نفس أبطال المواسم السابقة باستثناء الفنانة هديل مانع التي صرحت برفض المشاركة في أي عمل فني هذا العام. الجزء الثالث معهم، بس أنا ما هلنيش فيه، وأسمع حد يقول هديل مانع تم استبعادها من دروب المرجلة. أنا رفضت بنفسي، ولو مش مصدقين برفض لكم الرسائل السعيدة والمخرجين ومساعد المخرج ومهاوش وهم يكلموني وهم أقول لهم لا أعتذر معلش. وسيتم عرض المسلسل على قناة السعيدة خلال أيام شهر رمضان القادم. مسلسل لصوص العمارة. عودها دحداش. ما شاء الله. ونذكر الجزء الثاني بالسعيدة وعن لصوص العمارة. مسلسل كوميدي معد من العام الماضي وسيتم عرضه في هذا العام، من إخراج زين العابدين، وبطولة صلاح الوافي وسيف آدم وأمان الذماري وسالي حمادة وغيرهم من ألمع نجوم الدراما اليمنية. بديل مسلسل طريق إجباري. بعد النجاح الذي حظي به المسلسل، أكدت شركة النبيل للإنتاج الفني في استمرار الأعمال الفنية، ولكن بلون آخر ومسلسل جديد لهذا العام سيكون من بطولة نبيل الأنسي وسالي حمادة وحسن الجماعي وغيرهم من نجوم العام الماضي، وسيعرض على قناة بلقيس الفضائية. بديل مسلسل دره. تم إعداد مسلسل درامي جديد بديل لهذا العام من إخراج محمد فاروق وياسر الظاهري، وسيكون أبطاله عبد الله يحيى إبراهيم وأمان الذماري، محمد قحطان وكمال طماح ومنى الأصبحي وتوفيق الماخذي وغيرهم من نجوم الدراما، وسيعرض على قناة المهرية الفضائية. بديل مسلسل أواب. تم تصوير المسلسل في العاصمة صنعاء وهو تابع لمؤسسة الهادي الثقافية، من إخراج المخرج عبد الرحمن دلق، وبطولة سلطان الجعدبي وطارق السفياني وعبدال ناصر العراسي وغيرهم من نجوم الأكشن والدراما، وسيعرض على قناة. شكرا على المشاهدة. لا تنسى الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو.